يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام أينما كنتم، عدنا إليكم بنابغة جديدة وحافظة من حافظات كتاب الله تبارك وتعالى، اكتشفتها وهي في مسابقة للقرآن الكريم، وكانت خير تلاوة وخير صوت أسمعه منها، فقلت أقدمها لكم لتكون عونا لشبابنا وبناتنا أن يتسابقوا في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها زخرا لوالديها ونباتا حسنا وذرية طيبة، وأن ينبت نبات بناتنا وشبابنا نباتا حسنا، ويبارك لهم في أهليهم، ويبارك في شباب المسلمين وبنات المسلمين أجمعين، وأن يرزقهم الستر والعفاف والغنى يا رب العالمين. أقدمها لكم اليوم وهي بنتنا زهراء طه محمد، ما شاء الله في كتاب الله تقرأه بثلاثة وبطلاقة، وحافظة لكتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتها على هذا القرآن وعلى الدين، وأن يرزقها الستر والعفاف في الدنيا والآخرة. ونقدم لكم هذه النابغة الجميلة. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم في الله زهراء طه محمد، طالبة في الصف الثاني الثانوي، حافظة لكتاب الله، وأسألكم الدعاء والتثبيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين
الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. والله إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإنه أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. في الختام نسألكم الدعاء ونسألكم أن تدعوا لنا بظهر الغيب ليكون دعاءكم عند الله مقبولا ويكون أجوركم عند الله كثيرة. في الختام لا تنسوا الإعجاب بالقناة والمشاركة فيها، وأقول لكم في الختام جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.